ازاي تبسط نفسك في الزقازيق بأقل مجهود؟ يلا بينا. محافظة الشرقية واحدة من أهم المحافظات اللي زرنا فيها مدن ومراكز كتيرة ومعروف عن أهلها الكرم وحسن الضيافة وتالت أكبر محافظة في التعداد السكاني. فاحنا النهاردة في الزقازيق وهنجرب حاجات أول مرة نجربها. تعرف ايه عن الشرقية؟ الشرقية أهل الكرم وشعبها مش له حل. بدأنا يومنا بإفطار متواضع في جامعة الزقازيق وبالتحديد كافيتيريا التجارة، الكافيتيريا الوحيدة اللي كانت فاتحة وقتها. طلبنا الفطار بتاعنا وخدناه عشان نقعد نفطر عند كلية حقوق. جبنا بقى سندوتشين بطاطس، السندوتش ب8 جنيه، وواحد شاورما سوري ب50 جنيه، واتنين شاي الواحد ب7 جنيه. الفطار كان شغال بس البطاطس ما كانتش أحسن حاجة والشاورما كانت حلوة، وعارفين طبعا مين اللي كل الشاورما. وبعد ما خلصنا فطار رحنا عشان نصلي الظهر في مسجد الجامعة، وبعد ما خلصنا صلاة خدنا جولة في جامعة الزقازيق واحدة من أهم الجامعات اللي في مصر. وبعد لف كتير في الجامعة رحنا شارع مستشفى الجامعة عشان نروح مكان اسمه ساند فينو قبل بن الغالي، بيعمل سندوتشات الحلو والحادق اللي لسه نازلة الزقازيق طازة، فكان لازم نجربها. المنيو بتاعهم كان متنوع جدا والأسعار كانت مقبولة الصراحة. معاذ هناكل ايه؟ ناكل ناكل بيني كله. اديله. طلبنا حاجات كتير، تعالوا أقول لكم طلبنا إيه بالظبط. والصراحة الاستاف كان متعاون جدا ودمهم زي العسل. طلبنا بقى واحد فاهيتا لانشون ب12 جنيه، وواحد فاهيتا ميكس جبن ب18 جنيه، وواحد رومي سوسيس ب17 جنيه، وواحد ميكس شيدر ب13 جنيه، وواحد تونة ب17 جنيه، وواحد ميكس حادق ب20 جنيه، وواحد كيري باسترما لانشون رومي ب17 جنيه، وواحد كيري باسترما فاهيتا سوسيس ب22 جنيه، وده كان أغلى حاجة في الحادق. نيجي بقى للحلو، جبنا واحد مورو لوتس شوكولاتة بني ب20 جنيه، وواحد كريمة حلاوة مربى ب15 جنيه، وواحد ساند فينو بيبقى فيه كل حاجة ب35 جنيه، وده أغلى حاجة في الحلو. تلبس بقى الجلافز بتاعك عشان الأكلة دي من غير جلافز هتتبهدل. وكان معاه في الطلعة دي صديق الأكيل معاذ، وصديق اللي أكلته على قده مازن. أنا ومازن كل واحد طلب 2 حادق وواحد حلو، ومعاذ زود علينا شوية حلوين. والصراحة السندوتشات كلها كانت حلوة ومخدومة واتبسطنا جدا. قلب. وبعد الأكلة دي كان لازم نهضم، رحنا سكاي فيت داخل منتجع سراي اللي موجود ورا كارفور على طريق الإنايات عشان نقابل كابتن مهند اللي هيعلمنا ازاي نلعب التنس الأرضي، ومن هنا ظهرت المواهب. حبيت اللعبة جدا بس هي بتفرهد جامد الصراحة، وبشكر جدا إدارة المكان إنها ادتنا الفرصة عشان نصور ونجرب التنس. وقابلنا الدكتورة رويدة في كلية الزراعة من متابعين الصفحة ورحبت بينا جدا. جدع. انت بتضرب بغل كده ليه؟ خانتني يابا، خانتني. وبعد فرادة التنس قلنا نختم يومنا عند حليب حلب اللي موجود في شارع طلبة عويضة. انا عن نفسي بحبه جدا ومش اول مره اجربه. طلبنا بقى حاجه اسمها العركه ودي سعرها 55 جنيه، وده عباره عن اشطوطه شوكولاته واوريو وعليها مكسرات وايس كريم. وحاجه اسمها الخديوي وبرده سعرها 55 جنيه، ودي فيها رز بلبن من تحت ومن فوق اوريو ولوتس ومكسرات وبسبوسه عليها عسل، حاجه كده بوم. وجبنا كمان وافل نوتيلا اضافه كاندي وسعره 45 جنيه. بيعملوه كده على شكل قلب، والصراحه يا جماعه جامد جدا لازم تجربوه. واخر حاجه جبناها ام علي مكسرات ب 35 جنيه، والمكسرات عندهم محترمه مفيش فيها سوداني خالص. والصراحه كل حاجه كانت مظبوطه وتجربه كانت مميزه، فاللي لسه ما جربش حليب حلب فاتوا كتير قوي. وبكده نكون قضينا يوم جميل في الزقازيق، وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.